نتمشى في حومتي نكركر في بليختي كارها حياتي. وكانت معايا صاحبتي اللي ما حبتش تسكت حتى طلقت من جنابها. قلت لها اوف اميره سكتي شويه. قالت لي صار هكذا يا الكلبه، نهار كامل وانت يا صرعت لي راسي محمد تاعك جامي قلت لك بلعي، واليوم كيما كاشو. بدات هضرتها بلا عياط، حتى في التالي نقصت صوتها كامل. قلت لها علاش سكتي اميره؟ هضري. قعدت ساكته ومخلوعه. قلت لها ياك ما كاش هنا؟ قالت لي موراك. درت نشوف مورايا يتمشى مورايا ومحبط راسو والسبحه في يدو وهذاك القميص البلو يهبل. كان داخل للجامع داك هو وقت الظهر، يدخل يأذن. كي شفتو وليت نصوتي وحدي في الطريق من الفرحة. قالت لي أميرة يا خا بهدلتينا في الحومة، حبسي حبسي، وبدات تضحك عليا. قلت لها هي راهو في الحومة ولا مانيش مأمنة؟ قالت لي تيبوها لي يا حق ربي. وهنا تبدأ حكايتي. السلام عليكم، نعرفكم بنفسي. أنا رحاب في عمري 23 سنة، محبسة قرايتي وقاعدة في الدار، عايشة مع بابا وماما وزوج خاوتي واختي صغيرة. أما من جهة الزين سمرة وعينيا نوازات كبار ونيفي صغيرون وشواربي منفوخين من عند ربي وشعري ماغو. طفلة مزيانة وزيني ما يخلعش، أما عندي سر ومسرارة وزيد فوق هكذا مهبولة ورايحة فيها، غرقة في ولد حومتي. والبروبلام مش أي واحد، طايحة في الإمام تاع الحومة. محمد ولد حومتي محترم ومربي والتربية تنطق من عينيه. عمره 30 سنة ورغم صغر سنه أنه هو إمام الحومة. راجل الله يبارك، النور باين في وجهه، وكيما نقولوا زين ودين وطاعة الوالدين، وما عنده في هذه الدنيا غير يماه. شوفوا، ياما وصلني صحاباتي اختك منه، اختك من حبه. من نهار كان في عمري 17 سنة وخرج الأمر عن سيطرتي وطحت فيه، ومن هذاك الوقت عيني غير في محمد. بصح جامي جربت نقرب له ولا لزل جهته. هو ماشي معبرني كامل، يعني أصلا ماشي لاتي لهدو الأمور. المهم نهار اللي نشوفه نحس في عيني القلوبة وقلبي راح يحبس. أما على الخطابة يجوني كل وقت وأنا نردهم، عسى ولا علا يجي محمد. أما كيفاه يجي يخطبني وأنا خمار ماشي دايرته، صح نلبس طويل أما ماشي مستور بزاف. وهذا على واش تظل تهدر صاحبتي أميرة. المهم جاز شهر كامل غاب على الحومة، وهذه أول مرة تصرى. مالف ديما مقابلني، أما كي غاب حسيت بالوجع ماشي نورمال. غيابو كره لي الدنيا وما فيها، ولو كان يتزوج نقتل روحي. صاحبتي أميرة قالت لي واش ديري واش ديري عاودي. قلت لها ايه هدي هي. قلت لها غير ما كان لها تقولي لي كنت نخمم بصوت قلبي. من بعد أميرة قالت لي انا قلت لك ديري الحجاب وستري روحك وتقربي من ربي اكتر، ودعي يكون حلالك بالك يستجيب لدعائك. قلت لها ما نحبش ندير الحجاب على جالو هو، نديرو على جال ربي سبحانه وبرضايتي. قالت لي أميرة معليش. قالت لي واش تستناي؟ هيا نروحوا لخالتي نعيمة، والله كلامها يحفز ويريح القلب. قلت لها عاودي انتي هبلتي، نروح عندي معاه. قالت لي واش فيها ياك رايحين على خير. قلت لها خلي غدوة ودرك انا نروح باي. جبت ليلة كاملة وانا قاعدة نخمم نديرو، خفت ما نلتزمش به وخفت نكره منه ونحيه، واصلا مش حابة نديرو باش نتقرب من محمد، حابة نديرو لانه فرد وسترة. نضت الصباح خدمت الشغل، بعدها رحت لبست الجلابة مستورة وخبرت ماما بلي اني رايحة عند خالتي نعيمة نستشيرها في حاجة. تلاقيت بصاحبتي أميرة ورحنا. من بعد قالت لي تخيلي ندقدقو ويفتح لنا الباب هو. قلت لها باش تحكمني الدوخة؟
ياك أنايا نشوفو من البعيد نفشل، فما بالك نقرب ليه. ولا تضحك، قالتلي بهلولة 100 واحد بروبوزالك وكاين اللي جاو يخطبوا وانتيا ما قبلتيش، وشديتي ليه في الصحيح من 6 سنين وتاع الحومة. قلت لها واش ندير، عينيا وما شافوا غير في محمد، وكملنا طريقنا لحقنا للدار، مع دقدقنا يفتح هو الباب وانا نحبط عينيا. والبهلولة تاع صاحبتي قعدت تتبحلق فيه، وحتى هو ما عرفش كيفاه صرالو، قعد يشوف في عينيا الكبار هذوك اللي يذبحوا. وهذه هي كانت البداية.